السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناة أهديك وصفة مع أم يحيى. النهاردة هعمل معاكم طبخة تحفة جدا، طبخة الفاصوليا الخضراء، وهقدم معاها رز بشعرية. الطبخة دي جميلة جدا وحلوة أوي ومغذية جدا، ويا ريت توكلوها للأولاد أو تدخلوا الفاصوليا الخضراء في وصفات كتير للأولاد لأنها مغذية جدا. هسيبكم بس مع مقطع صغير من أرض الواقع وأنا بعمل الوصفة من غير مونتاج. اوعي تاكلي ماما. ماما اوعي تاكلي ماما. اوعي تاكلي. اوعي تاكلي يس. وده كان جزء من مقطع الفيديو من غير مونتاج، اتمنى يكون عجبكم، حبيت تسمعوه. ويلا بينا نبدأ وصفتنا مع بعض ونشوف التركات اللي هنطلع بيها طبخة الفاصوليا بالجمال ده. معايا هنا فاصوليا خضرا فريش، انا عاملاها معاكم ومفرزاها في القناه وهسيبها لكم في صندوق الوصف طريقه تفريز الفاصوليا من السنه للسنه، جميله جدا. بس الفاصوليا موجوده دلوقتي فجبتها وهعملها معاكم بطريقه حلوه جدا، طبخه رائعه. الفاصوليا بصوا فريش وجميله جدا وبالفكره مغذيه قوي، يا ريت تدخلوها في وصفات كتير للاولاد عشان يستفيدوا بالقيمه الغذائيه اللي فيها. هبتدي انضف الفاصوليا بتاعتي، بقطع العنق من فوق كده والعنق من تحت وابتدي اجمعها مع بعض عشان اقطعها بالشكل ده. هبتدي انضفها بكل الاطراف كده وهبتدي اقطعها قطع متساوية قدر الامكان طبعا، يعني احاول تكون كل القطع متساوية بالشكل اللي احنا شايفينه كده. فاصوليا شكلها تحفة تحفة وهي فريش حلو قوي. هبتدي انضف تاني واجمع كده واقطعهم قطع متساوية واخلص كل الكمية اللي معايا، ويلا بينا بقى نكمل وصفتنا مع بعض. معايا حلة على النار وهنزل بمعلقة كبيرة من زيت الذرة، معلقة كبيرة بالشكل ده. وهبتدي انزل بقطع اللحمة البقري اللي انا جاي هستعملها في الوصفة. قطع لحمة بقري هاخدها تشويحة في الزيت تاخد صدمة الاول، هقلبها كده وتاخد صدمة بحيث كده تحبس كل العصارة اللحمة في قلبها، عشان اللحمة مش عايزينها تنزل المية اللي فيها نهائي، فتبقى طعمها جوسي وحلوة. قطعة اللحمة تبقى جميلة كده بالشكل ده، كلها تاخد من كل الجناب صدمة كويسة جدا. اول ما تاخد الصدمة كلها ابتدي انزل ببصلة كبيرة مفرومة بالشكل ده واشوحها مع اللحمة لغاية ما تدبل بس مش عايزاها تغير لونها او تحمر او كده، بحيث ما تغمقليش الوصفة بتاعتي او الصلصة اللي انا هنزل بيها. تدبل بس تبلان كده تبقى شفافة زي ما احنا شايفين كده. انزل بكيلو من عصير الطماطم الفريش المضروب ومتصفي بالشكل ده، طماطم فريش. وابتدي كمان انزل بالتوابل بتاعتي، بنزل بفلفل اسمر، وهنزل كمان بمعلقة صغيرة من السكر عشان الحموضة، وهنزل بمعلقة كبيرة شوية من البهار المشكل المحوج اللي انا بعمله على ايدي، وهسيب لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف، ارجعوا شوفوه بالشكل ده كده. واقلب ومش هحط ملح خالص دلوقتي عشان ما يأخرش سوى اللحمة، هأجل الملح شوية، هسيبها تتسبك بقى كويس قوي. ولو احتاجت ان هي تتزود ازودها مية مغلية عشان تكمل سوا بسرعة، وارجع على طول اول ما تتسبك معايا. بصوا اتسبكت كده واللحمة داخلة على السوا، هبتدي اظبط بقى التسبيكة اكتر. هنزل بمعلقتين كبار من المعجون الطماطم، ده بيعزز لون الصلصة وبيتقلها، معلقتين كبار. وكمان هنزل بالملح، اظبط الملح بتاعي دلوقتي وقت الملح بقى لان اللحمه خلاص داخله على السوا. واقلب كده واسيبها بقى تكمل سواها. ويلا بينا بقى ايه نكمل وصفتنا. اتسبكت كويس قوي واللحمه خلاص فاضل لها نص ساعة كده وتكون مستوية. فهنزل بالفاصوليا الخضراء الفريش المغسولة، هنزل بيها هتاخد حوالي نص ساعة وتكون مستوية مع اللحمة. يعني انا سبت اللحمة بس فيها حاجة بسيطة بحيث ان هي ما تتهريش مع الفاصوليا.
هسيبهم ياخدوا نص ساعة تكون مستوية معايا، ويلا بينا نعمل حبة رز بشعرية قبل ما اللحمة والفاصوليا يستووا. معايا هنا معلقتين كبار من الزيت الذرة ومعلقة كبيرة من السمنة، وهعمل رز بشعرية. اعتقد كلنا بنعرف نعمل رز بشعرية. كيس من الشعرية، حبيت اشارككم الرز وانا بعمله. كيس من الشعرية وابتدي احمره لغاية ما ياخد لون ذهبي. يفضل ان الشعرية ما تاخدش لون غامق، تاخد لون كده حلو كده، لون ذهبي، بتبقى جميلة قوي. بصوا اللون ده حلو جدا ومناسب قوي. هبتدي انزل بكوبايتين من الرز، وهنزل لكل كوباية رز معلقة من الملح، وابتدي اقلب. ولازم الرز ياخد تسخينة ويسخن مع الشعرية بالشكل ده كده. اقلبه واخليه يسخن مع الشعرية عشان يطلع الرز مفلفل، والرز كل حبايه لوحديها كده ما تبقاش معجنه. هنزل دلوقتي بالميه بتاعتي. لكل كوبايه رز مصري بلدي كوبايه ميه، يعني حوالي كوبايتين من الميه. واقلب وادوب بالملح بتاعي كويس قوي، واسيب واظبط الميه بتاعتي واسيبه يغلي. واول ما يشرب ميته اهدي عليه واغطيه، ونقدم بقى ان شاء الله. تكون وصفتنا جهزت، نقدم اكلنا مع بعض ونشوف طريقتنا النهارده. بصوا هنا على النار بعمل صلصة طماطم عشان اخزنها. انا عامله معاكم صلصة الطماطم بطريقتي اللي ما بغيرهاش. شوفوا لون الصلصة تحفة ديت، على النار لسه بتغلي. حبيت اوريها لكم. هفرزها النهارده. ارجعوا شوفوا الوصفة بتاعتي بتاعت صلصة الطماطم، هسيبها لكم في صندوق الوصف. طريقة سهلة جدا جدا ومش بغيرها نهائي، هسيبها لكم لو تحبوا تشوفوها. يلا نقدم اكلنا. دي طبق الفاصوليا الخضراء بعد ما استوت. ريحتها تحفه، ريحتها جميله قوي قوي، صدقوني حلوه وجميله ومغذيه. شوفوا لون التسبيكه بتاعتها جميله جدا جدا. وده الرز بشعريه، شوفوا لون الشعريه ذهبي والرز مفلفل جدا وطعمها تحفه. تعالوا بقى ندوق. حاجه جميله جدا وريحتها والله جميله وتحفه، حلوه جدا جدا. تعالوا نشوفوا اللحمه بتاعتنا بقى مستويه، ومستويه السوا الصح. ان انا نزلت اللحمه قبل سواها بنص ساعه قبل ما تخش على السوا على طول، ونزلت مع الفاصوليا عشان ما تتهريش. بصوا مستويه مظبوطه 100%. اتمنى النهارده تكون وصفتي عجبتكم. لو اول مره بتشوفوا قناتي ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.